شكون فينا اللي ما عاناش مع المواد الادبيه اللي فيها بزاف المعلومات وتتطلب منا الحفظ؟ في بعض المرات تنحتاجوا نحفظوا بزاف الدروس باش ندوزو شي امتحان، وتنضطروا في بعض الحالات نحفظوا بعض الدروس ونخليو البعض الاخر، املين ان الحظ يسعفنا والاسئله الامتحان تحط في الدروس اللي حفظناها، وهذا الشيء تيخلينا نعيشوا الخوف والقلق قبل الامتحان وتاثر علينا على المستوى الدراسي تاعنا والنقاط اللي تنجيبوها اخر السنه. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نعرفوا كيفاش نتمكنوا من تذكر المعلومات اللي تنقراوها او تنحفظوها بشكل افضل، وكذلك غادي نطرقوا لافضل طرق الحفظ اللي غادي تساعدنا على تقويه الذاكره. تبع الفيديو للاخير وما تنساش الاشتراك في القناه الا كنتي اول مره تشاهدنا، وتفعل زر الجرس وتضغط على زر الاعجاب باش تشجعنا على المزيد من العطاء. قبل ما نطرقوا لافضل طرق الحفظ، خلينا اولا نعرفوا كيفاش تنساو المعلومات اللي تنتعلموها بسرعه، وكذلك كيفاش يتعامل الدماغ مع المعلومه الجديده اللي تستقبلها، وكيف تتم عمليه تخزين واسترجاع المعلومه. بلا ما ندخلوا في تفاصيل كثيره تاع تركيبه الدماغ كل جزء والوظيفه تاعو، خلينا نقولوا بكل بساطه ان الدماغ مقسم الى ذاكرتين، ذاكره مؤقته وذاكره دائمه. الذاكره المؤقته هي فين تتخزنوا مثلا تفاصيل الاحداث اللي وقعت بالامس، مثلا اش درتي في الصباح، واش من وجبه تناولتي، ولا دازت واحد المده غادي تنسى كل هاد التفاصيل. اما الذاكره الدائمه هي الذاكره اللي تحتفظ بالامور المهمه اللي ما عمرك غادي تنساها، بحال سميتك وتاريخ الازدياد تاعك وغيرها من الامور المهمه. باختصار الذاكره المؤقته هي الذاكره القصيره، والذاكره الدائمه هي الذاكره طويله المدى واللي تتخزن لنا المعلومات لاطول مده ممكنه. فاش تنقراو اي درس جديد او تنستقبلوا معلومه جديده، دماغنا تتعامل معها على اساس معلومه مؤقته وتحطها في الذاكره قصيره المدى. الدماغ البشري تيحاول ما امكن يقلص حجم المعلومات اللي تخزنها، داك الشيء علاش اي معلومه جديده استقبلها تحطها اولا في الذاكره المؤقته، ومن بعد عاد تقرر واش ينقلها للذاكره الدائمه ولا يتخلص منها، وذلك على حسب اهميتها عندنا وشحال من مره قمنا بتكرارها. في هذا الصدد قام العالم الالماني إيرمان إبنهاوس بمجموعه من الابحاث اللي درس فيها الطريقه الميكانيكيه اللي تشتغل بها الدماغ اثناء عمليه الحفظ، وتوصل في الاخير الى منحنى النسيان التالي. تبين منحنى النسيان انه بمجرد تعلم المعلومه تندخل على الفور في مرحله النسيان، فأغلبية الناس تفشلوا في تذكر الدرس مباشرة بعد تعلمه، بحيث الشخص تبقى عاقل غير على القليل من المعلومات اللي تعلمها بالأمس، وتزيد يصعب عليه يتذكر هذه المعلومات كل ما طوالت المدة. فمن خلال ملاحظتنا لمنحنى النسيان وبقراءة سريعة نقدر نقولوا أن الدماغ البشري حسب التجارب اللي قام منهم هيرمان أننا تنسى المعلومات بالنسب التالية: بعد مرور ساعة توصل نسبة النسيان إلى أكثر من 50%، بعد مرور يوم توصل نسبة النسيان المعلومات اللي تعلمناها البارح حتى 70%، ومن بعد أسبوع توصل نسبة النسيان حتى 80%، ومن بعد مرور شهر ما تنبقاو عاقلين إلا على نسبة صغيرة من المعلومات أقل من 5%. وعند واحد النقطة معينة تتوقف مرحلة النسيان، مما يعني أن قدر قليل من المعلومات اللي غادي يبقى ثابت في الذاكرة. من بعد ما عرفنا كيفاش تتم عملية النسيان، جاء الوقت باش نعرفوا كيفاش نعالجوا هذا المشكل ونحسنوا من مستوى حفظنا للمعلومات، وكذلك نعرفوا كيفاش تتحول المعلومات من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. رغم أن العالم هيرمان وجد أننا تنفقد نسبة كبيرة من المعلومات اللي تنتعلمها، ما كانش متشائم، لأنه وجد طريقة تساعدنا على عدم نسيان المعلومات بشكل مباشر بعد تعلمها أو قراءتها، وذلك من خلال التكرار المتابع. فما خاصكش غير تقسم كمية الدروس اللي خاصك تحفظها على أوقات مختلفة فقط، بل خاصك تعاود تقراها عدة مرات أخرى على فترات متباعدة. وهذا التكرار المتباعد هو اللي تسهل عليك عملية حفظ المعلومات في الذاكرة الدائمة وتذكرها الوقت اللي تحتاجها فيه. تقنية التكرار المتباعد تعتمد على طريقتين. الطريقة الأولى للحفظ السريع تساعدك تحفظ المعلومات في مدة قصيرة وتبقى عاقل عليهم لمدة قصيرة كذلك، مثلا إذا كنتي محتاج تحفظ شي درس غير باش تدوز امتحان وتنساه من بعد. والطريقة الثانية حفظ المعلومات يتطلب تكرار المعلومات على فترات متباعدة، ولكن النتيجة تكون أنك تبقى عاقل على المعلومات لفترة طويلة. مثلا تستعمل هذه الطريقة في حفظ صور من القرآن الكريم باش تبقى تصلي بهم ديما. في الخطط اللي أمامكم غادي نقدم لكم كيفية عمل الطريقة الأولى والطريقة الثانية اللي تكلمنا عليها. كخلاصة لما جاء في الخطط أن هناك اختلاف استغلال التكرار حسب الحاجة والضرورة، فإلا كنتي بغيتي تحفظ بسرعة باش غير دوز امتحان وتنسى المعلومات اللي حفظتها من بعد، فمن الأفضل تقوم بتكرار على المدى القصير أيضا على 4 مراحل خلال 24 ساعة بعد أول عملية حفظ. أما في حالة بغيتي تحتفظ بالمعلومات لوقت أطول، سواء حفظ صور من القرآن الكريم أو مفردات لغة أجنبية أو معلومات علمية تحتاجها ديما في مسارك المهني، خاصك تكرر داكشي اللي حفظتيه على فترات متباعدة، تقدر توصل حتى لشهرين أو 3 أشهر. إلا وصلتي هذه النقطة من الفيديو تنتمنى تكون استفدتي ولو بقدر قليل من المعلومات اللي ذكرناها في الفيديو. شكرا وإلى اللقاء.